الذي أوضح فيه موقف العرب من مصر، وأن مصر كلنا معها، وإن شاء الله يتحقق كل الخير بهذه الأخوة الصادقة بين زعمائنا. وقبل أسبوع أعلنتم من هنا عن تحالف التحدي، وكانت فيه شركات أماراتية أبدت التعاون واتخذت من موقف أبناء الشيخ زايد البررة أسوة، كما نحن نتخذ الآن من مليكنا أسوة لنا في هذه الزيارة. جئنا معالي الفريق اليوم لنساعد ونكمل الرؤية التي سمعتها منكم. ومن حسن الحظ أن الفريق الفائز أو التحالف الفائز بالدراسات المستشار هاني سري الدين كان من أوائل من شرحت له قبل شهور عن الرؤية التي نود أن نساهم فيها في إعمار مصر. وأيضا المهندس يحيى زكي جلست معه وسررت جدا أن نظرته ليست فقط هندسية بحتة، وإنما متطابقة مع رؤيتكم ومع ما نعتقده نحن في الرؤية. لذلك جئنا اليوم، وكما تسارع الشعب المصري لتلبية دعوة الرئيس السيسي في الافتتاح في 8 أيام لجمع المبلغ الكبير الذي جمع بالعواطف الحارة التي شاهدناها في الأفلام، فذلك حصل معنا عندما لبينا نداء المجيد في معاونة مصر ودعمها في هذه الظروف. تحدثت معك أننا نود أن ننشئ شركة استشارية استثمارية مالية، وحددت أن أدعو إخواني إلى الافتتاح ب1 مليار جنيه، لأن النموذج المالي الذي سأعرضه الآن على الشاشة يستطيع أن يجلب عشرات بل مئات المليارات. ولكن الإخوة في يوم واحد أمس غطوا 1,500,000,000 جنيه. فسيصل بإذن الله إلى 3 مليار جنيه. ولكن النموذج الذي أطرحه أمامكم وهو مأخوذ من تراثكم، الهرم المالي. لا، هذا التقرير المالي. الهرم المالي في الجزء الأحمر هذا محرك استثمار وليس مرتفع، يجب أن يظل دائما محرك استثمار. والشريحة الحمراء رأس الهرم هي أسهم أسميناها اليسور، فاليسور هو الذي يبني الجسور للمحبة والتنمية وللعمران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة، الحمد لله الذي جعل لكل شيء غاية في هذه الحياة، وبدأ بنفسه سبحانه وتعالى فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أوضح لنا ما هي العبادة المقصودة، فقال: هو أنشأكم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. عندما يرفع أحدا منا بالمال أو بالفكر ليس لأنه أفضل، وإنما ليوجد عمل للناس. فإذا غاية إعمار البلاد وتشغيل العباد هي جزء مهم جدا من العبادة في الإسلام.
وغاية الله سبحانه وتعالى من إرسال الرسل هو هداية البشر. فأصلي وأسلم على أنبياء الله أجمعين وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليس للمسلمين. نظرة الإسلام بقوله إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها فليفعل. القيامة تقوم والمستقبل ينتهي، والإسلام يأمرنا بزرع نخلة. فيجب أن تكون نظرة المسلمين دائما للمستقبل على هذا المستوى. عندما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولم يغلط الجاهلية حقها فقال بعثت لأتمم الأخلاق وعندهم مكارم، ولم يقل أنهم كفرة وأنهم الأشياء التي نسمعها في هذه الأيام يا إخوان ليست لها صلة بالإسلام الصحيح. الإسلام الصحيح هو دين تنمية وعمل ونظرة للمستقبل. فإذا كانت هذه الغايات، ما هي غاية الشعب المصري في ثورتيه الشعبيتين السامحة؟ هي حماية الدين الإسلامي من التشويه الذي لحق به. وأراد الله سبحانه وتعالى أن تحمي هذه الثورة قواتكم المسلحة، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هبات الله لمصر كثيرة من أول التاريخ، بدأت بالموقع المميز والذي ذكر معالي الفريق مهار